بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المؤمنون، فتقوى الله عباد الله لم تزل خير وصية وأكرم سجية، فهي وصية الأنبياء وحلية الأصفياء. قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الناس، سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نور كلها وهدي كلها، في الدعوة والتعليم، وفي السلم والحرب، وفي العبادة والأخلاق والسلوك. أن استقيت اهتديت، وحيثما وردت ارتويت. وفي خطبتنا هذه بإذن الله مورد من سيرة النبي الخاتم مع بنيه وأحفاده وبناته صلى الله عليه وآله وسلم. تتجلى في هذا المورد إنسانيته عليه الصلاة والسلام، وأبوته، وشفقته، وحنانه ولطفه، كما يجد فيها الأب الذي فقد بنيه سلوى فقد ابتلي من هو خير منه وأرقى، ويجد كل أحد فيها أحكاما وفوائد وشرعة ومنهاجا. أيها المسلمون، سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنس المجالس، وأخباره صلى الله عليه وسلم زينة المجالس. وما من أحد إلا ويحب سماع سيرته ويأنس بأخباره صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتى من قريش، وكان معروفا بالصدق والنزاهة والأمانة، حتى كان يدعى بينهم بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. سارت سيرته بينهم مسير الشمس والقمر، فاختارته خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها ليكون قائما بأمر تجاراتها إلى الشام، وبعثت معه غلامها ميسرة، فكان من أمره ما كان. وأعجبت به خديجة رضي الله تعالى عنها لأمانته وصدقه وعفته، فتزوجها صلى الله عليه وسلم، وعمره آنذاك 25 سنة، وكانت أكبر منه سنا. وأقام بيته الأول بيتا ترفرف فيه السعادة ويشرق في جوانبه الإيمان. كان عليه الصلاة والسلام يحب خديجة حبا جما عظيما، حتى كان نساؤه بعد ذلك يغرن منها. كان يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح: إني رزقت حبها
عاش عليه الصلاة والسلام معها 25 سنة. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فيما أخرجه مسلم في الصحيح: لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: لم يتزوج في حياتها بسواها لجلالها وعظم محلها عنده. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المؤمنون، رزق صلى الله عليه وسلم منها ب6 من الولد: القاسم وعبد الله، و4 إناث هن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: لا خلاف أن جميع أولاده من خديجة بنت خويلد سوى إبراهيم فمن مارية بنت شمعون القبطية. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الناس، أما القاسم فهو أول أولاده عليه الصلاة والسلام، وبه يكنى فيقال له أبو القاسم. وقد مات القاسم صغيرا طفلا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ولد له صلى الله عليه وسلم بعد القاسم زينب. ومن خبرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام زوجها أبا العاص بن الربيع، وهو ابن أخت خديجة بنت خويلد لأبيها وأمها، فأسلمت قبله وهاجرت، ولم يسلم إلا قبل الحديبية ب5 أشهر، فردها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أسلم ولم يحدث شيئا، كما أخبر بذلك الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وفي يوم بدر كان أبو العاص بن الربيع في من أسر، وبعث أهل مكة كل في فداء أسيره، فبعثت زينب بمال وقلادة تفدي زوجها. وكانت هذه القلادة يا رعاكم الله هدية من خديجة لزينب يوم زواجها. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رأى القلادة، رق رقة شديدة وتذكر أيامه الأولى، فانبعث الحنين في فؤاده، فقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الأئمة أبو داود وأحمد بإسناد حسن، قال عليه الصلاة والسلام: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها القلادة. أنجبت زينب أمامة، وكان من شفقته عليه الصلاة والسلام وتواضعه أنه يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. أخرجه الشيخان في الصحيحين، وبوب له الإمام البخاري في صحيحه بقوله: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه. أخذ أهل العلم من هذا حكما، وهو جواز الحركة في الصلاة إذا كانت ثمة حاجة. وأمامة هذه يا رعاكم الله تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعد موت فاطمة، وماتت أمها زينب في 8 من الهجرة، وغسلها النساء وكفنت بإزار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد زينب رزق عليه الصلاة والسلام
ببنت أسماها رقية، وزوجها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فلما كان يوم بدر مرضت مرضا شديدا، فلم يحضر عثمان غزوة بدر، وكان عندها يمرضها. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقم معها ولك أجر من شهد بدرا وسهمه. أخرجه البخاري في الصحيح. ثم ماتت رضي الله تعالى عنها من مرضها. ولما ماتت رقية رضي الله عنها، زوج النبي عليه الصلاة والسلام عثمان ابنته أم كلثوم، فكان عثمان يلقب بذي النورين لأجل ذلك. أما أصغر بنات النبي عليه الصلاة والسلام فهي فاطمة. وما أدراك ما فاطمة؟ من ذا يداني في الفخار علاها. أخرج الإمام مسلم في الصحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي عليه الصلاة والسلام وضعه بين كتفيه. قال: فاستضحكوا، وجعل بعضهم يبيل على بعض وأنا قائم أنظر. لو كانت لي منعة طرحته عن ظهره صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة رضي الله عنها، فجاءت هي وجويرية معها فطرحته عنها، ثم أقبلت عليهم تشتمهم. فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دعا ثلاثا، وإذا سأل ثلاثا، ثم قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات. قال الراوي: فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته. فاطمة يا رعاكم الله زوجها النبي عليه الصلاة والسلام من ابن عمه علي بن أبي طالب في السنة 2 من الهجرة، فولد له الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. كان عليه الصلاة والسلام يحبهما حبا شديدا، ويقول: هما ريحانتايا من الدنيا. أخرجه البخاري في الصحيح. أيها الناس، خطب النبي عليه الصلاة والسلام يوما، فأقبل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل عليه الصلاة والسلام فأخذهما فصعد بهما المنبر، ثم قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. رأيت هذين فلم أصبر. أخرجه الأئمة أبو داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح. صلى النبي عليه الصلاة والسلام يوما بأصحابه فأطال السجود، فسأله الصحابة بعد ذلك فقال: إن ابني ارتحلني، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. أخرجه الأئمة أحمد والنسائي، وهو حديث صحيح.
لو تتقدمون رعاكم الله لإخوانكم، تفسحوا وتقدموا. دخل الأقرع بن حابس يوما على النبي عليه الصلاة والسلام فرآه يقبل الحسن، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. متفق على صحته. هذا قلب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهذه رحمته بالصغار. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذان هما الحسن والحسين. فاطمة يا رعاكم الله هي البضعة النبوية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. أخرجه الشيخان في الصحيحين. جاءت فاطمة يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو ما تلقى في يدها من الرحى، تسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته عائشة بخبر فاطمة. قال علي: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت أقوم فقال: مكانك. فجلس بيننا حتى وجدت برد قدمي على صدري، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 33، فهذا خير لكما من خادم. أخرجه الشيخان في الصحيحين. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري فيه أن الذي يلازم ذكر الله تعالى يعطى قوة أعظم من القوة التي يعملها له الخادم. انتهى كلامه رحمه الله. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت، فقلت لها: لم تبكين؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فسألتها عما قال، فقالت رضي الله عنها: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي عليه الصلاة والسلام. فسألتها فقالت: أسر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. فبكيت. فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. تقول رضي الله عنها: فضحكت لذلك وقد ماتت فاطمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام ب6 أشهر، رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وصلى الله وسلم وبارك على أبيها. وإننا والله نشهد الله على حبهم وموالاتهم والتقرب إلى الله جل وعلا بذلك من غير جفاء ولا غلو. أيها المسلمون، ثم أصغر أولاده عليه الصلاة والسلام من خديجة هو عبد الله، وكان يلقب بالطيب والطاهر. ولد بعد البعثة ومات صغيرا. هؤلاء يا رعاكم الله
هؤلاء يا رعاكم الله هم أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، من خديجة رضي الله تعالى عنها، وكلهم توفي قبله إلا فاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في القرآن والسنة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الفجر، ثم التفت إلى أصحابه فقال: ولد الليلة لي غلام سميته باسم أبي إبراهيم. ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين، أي حداد، امرأة قين يقال له أبو سيف. أخرجه مسلم في الصحيح، والحديث أصله في الصحيحين. أخذ أهل العلم من هذا الحديث من الأحكام تسمية المولود في اليوم الأول. قال الحافظ البيهقي رحمه الله: تسمية المولود حين يولد أصح من الأحاديث في تسميته يوم السابع. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، ذاك هو إبراهيم. أمه مارية القبطية المصرية أهداها المقوقس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فولدت له إبراهيم سنة 8 من الهجرة. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن، وكان ضئره قينا، فيأخذه، أي يأخذ إبراهيم فيقبله ثم يرجع. أخرجه مسلم في الصحيح. وفي رواية عند البخاري: فقبله وشمه. مات إبراهيم في السنة 10 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عمره 18 شهرا، وكسفت الشمس يوم أن مات، فظن بعض الناس أنها كسفت لموت إبراهيم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. وبكى النبي عليه الصلاة والسلام لما مات إبراهيم، وقال: إن العين تدمع وإن القلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. أخرجه الشيخان في الصحيحين. وأخرج الإمام البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن له مرضعا في الجنة، أي لإبراهيم له مرضعا في الجنة، لأنه مات رضي الله عنه في الرضاع. فصلوات الله وسلامه على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أوردنا حوضه، وارزقنا شفاعته، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، ووفقنا اللهم لاتباع سنته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانصر اللهم عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين.
اللهم آمنا والمؤمنين في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهدك، اللهم وفقهما بتوفيقك. اللهم ارزقهما البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وجنبهم اللهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوب إخواننا جند الإيمان وعسكر القرآن، اللهم اربط على قلوب إخواننا جند الإيمان وعسكر القرآن في جنوب بلادنا وشمالها وشرقها وغربها، في برها وبحرها وسمائها يا رب العالمين. اللهم تقبل موتاهم واشف مرضاهم. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين وبالمتحوثين، وعليك اللهم بالمجوس الصفويين. اللهم احصرهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل اللهم السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل اللهم السماء علينا مدرارا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا بلاء ولا غرق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.